السلام عليكم. المروحة العمود في منها ماركات ومواصفات ومقاسات مختلفة، وفي الفيديو ده إن شاء الله هنحاول نقول لحضراتكم الإمكانيات الأعلى ومقاس المروحة المناسب اللي تقدروا تشتروه. احنا جايبين لحضراتكم النهاردة يعتبر كل المقاسات اللي موجودة في السوق من المروحة العمود، والمقاسات دي بتبدأ من 16 بوصة اللي هو الشكل ده، ثم الأكبر منه مباشرة ال 18 بوصة، ثم ال 20 أو ال 21، ثم ال 26 بوصة. وفي بعض الشركات كانت بتعمل مقاس 30 بوصة، لكن المقاس ده قليل شوية. في كتير من حضراتكم مفكرين إن المروحة لما تكون كبيرة فده هيكون أحسن علشان هتطلع هواء أشد، وده غلط طبعا، لأن لازم حضراتكم تراعوا مساحة المكان اللي هتتحط فيه المروحة علشان الصوت الناتج من المروحة مش يسبب إزعاج. يعني مثلا لو غرفة صغيرة ب 16 بوصة هو هيكون المقاس الأنسب. لو الغرفة كبيرة شوية ممكن نحط فيها 18 بوصة ومش هنحس بالصوت بتاعها، ولو مكان استقبال أو ريسبشن ممكن نحط ال 20 أو ال 21 بوصة. أما 26 بوصة ده المقاس الكبير، فيستحسن إن هو يتحط في الأماكن المفتوحة زي المساجد، المصالح الحكومية، أو المحلات التجارية الكبيرة. وده لأن القطر الكبير بيعمل صوت عالي بسبب احتكاك الهواء بالريش بتاعة المروحة. بعض المراوح العمود بتاعها بيكون ثابت زي ده، مش بيطلع ولا ينزل، وفي بعض المراوح العمود بتاعها ممكن نتحكم فيه نخليه يرفع لفوق او ينزل، وكل حاجة طبعا بتكون بسعرها. وحضراتكم بتشتروا المروحة مش تستغربوا ان الواط بتاع المروحة بيكون 60 او 80 او 100 واط، لان ده طبيعي ومش قليل. فترة الضمان في المراوح بتكون من سنة لسنتين، واقصى حاجة بتكون 5 سنوات ومش بتزيد عن كده. وجي دلوقتي ميعادنا مع سر من اسرار البائعين. بعد ما حضراتكم بتخلصوا مرحله شراء المروحه تدخلوا في المرحله اللي بعد كده، وهي تركيب المروحه. في بعض من حضراتكم بيعرف يركب المروحه بطريقه صحيحه، والاغلبيه بيستعين بفني او كهربائي. بدل ما حضرتك تكلم الفني او الكهربائي اكتر من مره ويكون مشغول، بمنتهى السهوله هتجيب رقم الموديل اللي موجود على المروحه او الكرتونه وتكتب على صفحه اليوتيوب طريقة تركيب المروحة، وبعد كده تكتب رقم الموديل. هيظهر لك أكتر من شخص وهيركب لك المروحة من أول خطوة لآخر خطوة، وهتقدر تتعلم تركيبها في دقايق معدودة. نتمنى نكون ضفنا لكم معلومة جديدة. السلام عليكم.